السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو انت عايز تعمل مشروع في البلكونة بتاعتك ويدر عليك ربح، والمشروع ده يكون سهل بالنسبة لك وما تقعدش قدامه طول النهار، وحاجة سهلة وحلوة وكويسة ومش هتكلفك كتير، هي مشروع تربية العصافير، بالذات عصافير الكوكتيل. وزي ما احنا شايفين كده قدامنا، الكوكتيل اللي قدامنا ده اسمه كوكتيل لاتيني. الكوكتيل اللاتيني ده سعره لا هو عالي قوي ولا هو واطي قوي، يعني تقدر تجيبه بسهولة. الجوز بيوصل من 400 جنيه الى 500 جنيه في السوق. لو انت هتجيبه شبابات صغير هيبقى سعره 300 جنيه. حاجة جميلة جدا جدا جدا. هتجيبه وتحطه في قفص كبير زي ما حضرتك شايف كده، هتوفر له الاكل والمية وتسيبه مالكش دعوة بيه. كل اللي هتعمله ان انت تشتري جوز شبابات صغير من السوق، ما يكونش كبير، لانك لو جبته كبير هيضحك عليك ويقول لك ده شغال، وتروح البيت الليله شغال ولا حاجه ولا بيض ولا اي حاجه خالص. ما هو لو كان شغال ما كانش باعه. فانت احسن حاجه تعمل ايه؟ تجيبه الشبابات. شبابات يعني ايه؟ يعني عمره من 3 ل 4 شهور. هتجيبه عندك وتحطه في القفص وتربيه وتسيبه لغايه ما يوصل سنه قد ايه؟ 10 شهور. 10 شهور الى سنه هيبدا يشتغل. اول ما يبدا يوصل سنه 10 شهور تبدا تعلق له العش ده. العش ده اسمه بياضه. البياضه دي بتاعت الكوكتيل مخصوص. بتحط فيه ايه من جوه؟ بحط نشاره. النشاره دي لو تكون هي خشنه ولا ناعمه. هتقدم لهم اكل ايه؟ هنا بقى هنيجي عند مربط الفرس، حاجه اسمها بيليكم وفلارس، ولكن البيليكم بقى غالي، بقى كيلو ب 50 جنيه. فانا بعمل ايه؟ بقدم لهم قمح منقوع. بجيب القمح احطه في الميه وانقعه، واقوم الصبح اقدمه لهم. هتلاقي ان العصفور عندك لما ياكل القمح المنقوع والذره كمان العويجه هتبقى صحته زي الفل وجميل وحلو قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. سهل جدا انك تفرق بين الذكر والنتايه، لانك لو تابعتني في الفيديوهات هتقدر تعرف الفرق بين الذكر والنتايه لما تيجي تشتري عصافير الكوكتيل. بتبيض كام بيضه؟ بتبيض من 3 الى 5 بيضات، وممكن كمان 8 على حسب التغذيه وعلى حسب رزقك مع ربنا سبحانه وتعالى. بتولد على البيض قد ايه؟ 18 يوم، من 18 ل 21 يوم. طيب وتقعد تحضن في عصافيرها قد ايه؟ من شهر لشهر ونص. تبدا تحضن في العصافير بتاعتها لغايه ما تكبر وتطلع من العش وتبقى كوكتيل زي ما حضراتكم شايفين كده. بتنزل تبيع في السوق بسهوله بسهوله جدا. ده اول ما بتنزل السوق بيتخطف منك. ليه؟ لان يبقى عليه اقبال شديد جدا، وغير كده كمان بتلاقي في التجار بيشتروه منك عشان خاطر يصدروه. طيب الجوز بكام هبيعه؟ الجوز هبيعه من 350 ل 400، ولو هبيعه صغير قوي لسه يعني سنه صغير قوي هتبيعه ب 300 جنيه، ولو سنه كبير شويه من 350 ل 400. حاجه جميله، مشروع حلو قوي. تبدا كمان تكتر فيه في البلكونه، تقدر تعمل زي ما انت عايز، تكتر في الاقفاص وتعمل ادوار زي ما انت عايز، ويبقى عندك بدل القفص الواحد كذا قفص وكذا عين. اشكركم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم احمد عاطف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.